السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. الا كنت اول مره كتشوفي القناه اشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. بغيت نشارك معكم الطريقه ديال الدجاج محمر بالتغميره ديال العرسات والمناسبات بالتفصيل الممل، مع ذكر المكون اللي سر اللذه اللي كيخبعوه الطيابات او اللي كيخفيوه الطيابات على الجميع. الى عجبكم الفيديو بارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب، وكتبوا لي واحد التعليق صغير اللي كيدخل عليا الفرحه والسرور. نبداو الفيديو بالصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله. كناخذوا الدجاج ديالنا. انا حاجتي في 3 ديال الدجاج، خديتهم نقيتهم، يعني غسلتهم مزيان وحكيت لهم الملحه مع الحامض، خليتهم راقدين. اما نخليوه هي كامله في الثلاجه، واما نخليوه 4 5 ساعات ونشلوه ونخليوه يستقطر على جنب. خديت هنا الربيع، يعني مخلط القزبر وبعدنوس، خديت راس ديال الثومه منقي، وجوج طريفين ديال الحامض مسيار في الهشوار ولا في كاس ديال الطحانه الكهربائيه، وكنضيفوا عليهم شويه ديال الماء ونطحنوهم حتى كيوليو هكذا على هذا الشكل. الا طحناه في الكاس ديال الطحانه الكهربائيه غيجي مطحون يعني اكثر من هذا الشيء. صافي خويتو في هذه القصعه باش يعني نشرمل على خاطري. ضفت نصف معلقه ديال الفلفل الاسود او الابزار، معلقه عامره ديال سكينجبير او الزنجبيل، معلقه ديال خرقوم عرق. ودابا غنضيف السر اللي سر اللذه اللي كيخفيوه الطيابات وكيوضعوه غير بالتخبعيه، وهو مكون ما تصدقيش بانه كيديروه في الدجاج محمر. كمون، راس معلقه ديال الكمون، كيحطوا شنيتيفه ديال الكمون وكتعطي داك السر اللذه والبنه اللي ما كيعرفها حتى شي واحد. نص معلقه ديال العطريه ديال الدجاج اختياريه ماشي ضروري. الملون الصناعي ضروري في الدجاج ديال الافراح والمناسبات، ضروري من الملون الصناعي. واخا نكون عندنا زعفران الشعره كنضيفوا الملون الصناعي باش كيعطينا داك اللون الصفار. الملح ما نكثروش، وخصوصا الا كان عندنا السمن. انا ما عنديش السمن، ضفت غير معلقه ديال الزبده، ولكن الا كان السمن يكون افضل. ولا كان السمن مالح والحامض مسير غنقصوا من الملح. ومع الدجاج كيكون عندنا مملح، من الاحسن الملح نضيفو غير قبيصه، ومن بعد فاش كيغلي في الطنجره وقرب يطيب عاد نذوقو من الملح. صافي جمعت هنا الشرموله ديالي بشويه ديال الماء. صافي وغنبدا نشرمل الدجاج. كناخذ الدجاج ديالي يعني كنشرملهم مزيان، كنحك لهم داك الشرموله مع الفخودان وفي الصدر والظهر، يعني كنشرمل مزيان كما كتشوفوا معايا. كناخذ الموس وكنفتح داك الصدر. يعني هاد الطريقه هذه صراحه كتجيب الصدر كيجي من الداخل، كيجي بنين، كيجي فيه داك العطريه كتدخل فيه وكيجي بنين، ما كيجيش باسل. يعني الاغلبيه كنجبروا الدجاج ديال الافراح من الداخل الدجاج باسل ولا وما فيش داك التوابل، وخا كيكون طايب وهشاش كيجي بحال اللي باسل شويه. هنا كندخلوا داك التوابل باش كيجي بنين. صافي كنشرب الدجاج ديالي بهاد الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. دابا غادي ندير له هاد التكتيفه هذه، غنجمع له رجيلاتو، غندخلهم بهاد الطريقه هذه وكنتك عليهم يخرجوا. وغادي هنا نجمعهم انا بالسلوفان. صافي اللي لقيت حدايا هو السلوفان، قطعته هكذا صافي وغنعقد عليه. غير هو ملي نجيو نقدموا الدجاج نحيدوه ما نساوه شيء. صافي كنعقدوه هكذا بهذا الشكل. هكذا كنتكاو على داك الفخيده تيخرجوا. غير هو في الطيابه كيكون معها شي حد اللي كيعقد ليها او اللي كيشد معها. انا شاده غير بوحدي. المهم ماشي مشكل، حنا غير كنتعلموا هنا كاملين. هذا كيتعلم من هذا. الا شفتوا شي حاجه ماشي عندي ماشي هي هذه كتبوها في التعاليق. المهم حتى انا يلا كنتعلم، ماشي زعما انا راني واعره ولا راني كنعرف شي حاجه طوب، ولكن المهم انا كنتعلم معكم هنايا. صافي هذا شفتوا داك الجليده عنده لتحت راه كانت مقطعه، عنده جات مع مول الدجاج مقطعه. المهم
راني ديبانيتو غير هكاك، يعني غير جمعت الرجيلات وهكا وعقدتهم ماشي مشكل. صافي كندوز في طنجره اللي تهز ليها 3 ديال الدجاج، وضعت بصله مشلضه او مقطعه هكذا قطع صغارين، بصله كون هكذا كبيره شي شويه ولا 2 بصيلات صغارين، كنحط عليها الدجاج هكذا، كنحطو من الاول على صدرو، يعني ما غنقلب ما غنشقلب، يعني غنحطو على صدرو ونخليه هكاك حتى يطيب. صافي كنقدم هكذا هاد الطنجره، يلاه هاد 3 ديال الدجاج يلاه جاولي في هاد الطنجره هادي. صافي كناخذ داك الشرموله اللي بقات لي في داك القصيعه، غنجمعها حتى هي ونخويها هنايا، ونرجع مره اخرى عاوتاني نشلها بالماء، وداك الماء هو اللي نخويه هنا في هاد الطنجره. صافي كنحاول يعني نخوي في الوسط، كنشعل عليها النار وكنروي الماء، كنروي الطنجره، يعني كنخوي الماء حتى تمصص هكذا الطنجره، ما يطلعش الماء فوق الدجاج، لان هذه الطنجره صغيره، ونيت فاش كيغلي الدجاج كيطلق الماء ديالو، حتى هو كيزيد يطلق الماء ديالو. المهم انا هنايا خويت غير هكذا، غير النص، نتوما كما تشوفوا معايا كنخوي في الجنيبه ولا في الوسط. الا بغيتي يغلي معك دغيا يكون عندك الماء هكا كيغلي وخويه غاليه، انا خويته غير بارد. صافي نتوما شفتوا معايا يعني القياس، يعني غير النص، ومن بعد عاد غادي فاش غيغلي الدجاج غادي يزيد يبان الماء كتير. صافي كنشعل عليه النار وكنغطيه ونخليه صافي حتى كيغلي معايا. هانتوما كتشوفوا دابا ولا كيغلي، عاد كنضيف عليه تقريبا 2 كيسان ديال الزيت، كنضيف 2 كيسان ديال الزيت. وإلا بغيتو هكذا يجيك مزيت حتى من بعد فاش تجي تصاوب التخميره وعاد زيد الزيت. صافي فاش قرب هنايا يطيب، جبت الفرشيطه وبغيت كنثقب داك الفخيدات باش يدخلوا من الطياب وتدخل فيهم داك المريقه باش يجيو بنانين. فاش كتثقب داك الفخيده كتجبرها بحال اللي يعني شي ماء كيخرج منها الماء ديال الدجاج، ومن داك التقيبات غتدخل داك البنه وداك العطريه ديال المريقه غتدخل فيهم وكيجيو بنانين. كنثقبهم كاملين بهذا الشكل هذا بحال اللي كيتنفسوا. صافي فاش كنبغي كنحرك بغي بهذه الطريقه هذه، كنسد الطنجره بعدا وعاد دوار هكا باش غير ما يلصقش معك داك الدجاج في الطنجره، كندوروها بداك الشكل. فاش كيقرب يطيب عاوتاني نبداو نهزو داك المريقه ونخوها عليه من الفوق بهذا الشكل هكذا، كنهزو المريقه ونخوها هكذا على كل وحده. صافي وهنا غطيتو خليتو حتى طاب. صافي فاش طاب نزلته مع النار زعما وحيدتو وخليته يبرد، لان انا ما غنهزوش من الطنجره حتى يبرد باش ما يتخسرش. باش نصاوبو الضغميره خديت 3 كيلو ديال البصله، ولكن هي اللي يكفيني في 3 ديال الدجاج في الحقيقه غير 2 كيلو ونص كافيه ديال الضغميره، ولا 2 كيلو، لان انا صاوبت 3 كيلو صاوبت لي بزاف ديال الضغميره، نصاوبو 2 كيلو كافيه. وضعت عليها هنايا الملحه والابزار، ما ضفت لها غير واحد نص كاس ديال الماء غير باش فاش تغلي تجبر فين تغلي، يعني البصله كتطلق الماء ديالها. هنا خديت الكبادي ماشي غير 3 ديال الكبادي، كان عندي كبادي اخرين غسلتها ونقيتها، درت حتى هي الحامض ولا رقدوها في الحليب ولا كل واحد كيفاش كيدير لها، وغليتها مع ورقه سيدنا موسى وطريف ديال الحامض وشويه ديال المليحه. داك الماء اللي غلات فيها هرقتهم يعني صفيتها. البصله فاش تسلقات معايا بداك الطنجره او في الكوكوط، انا سلقتها في الكوكوط صفيتها ووضعتها على داك المريقه ديال الدجاج. دابا الدجاج فاش برد عاد هزيته وحطيته في اللاطه باش غندخلو للفران يتحمر. هنا البصله اللي درتها في داك المريقه ديال الدجاج باش تغمر لي، ضفت عليها داك الكبده صافي وبقيت كنحرك فيها حتى وقفات معايا الضغميره. خديت شويه ديال الزبده نخلط معاها الفلفل الاحمر او التحميره، ولا اللي كيبغي الحراره يدير شويه الهريسه. دهنت بها داك الدجاج، دهنته وشعلت الفران وغادي ندخلو للفران يتحمر.
حطيته وشعلت عليه العافيه من الفوق ومن التحت وخليته يتحمر على خاطرو باش كيجي مقرمش وكيتحمر، يعني كياخذ اللون زوين. والزبده كتعطيه واحد المذاق وحتى اللون. صافي هنايا كندخلو الفران وكنخليه يتحمر على خاطرو، يعني كنعطيه الوقت الكافي ونخليه حتى يتحمر وياخذ لي اللون من جميع الجهات. صافي ملي تحمر معايا كنقدم على هذا الشكل هذا، كنحطوه مخالف وكنحطو الصدر هو اللي جهه الخارج، يعني جهه برا. صافي زينتو انا على هذا الشكل هذا. وضعت التقميره ديالي، والتقميره جات ما شاء الله واقفه وجات بنينه. زينتو ببيض السمان واللوز مسلوق ومنقي ومقلي في زيت بارده. هنا يمكننا نضيفوا الحامض مع الهريسه، يمكننا نضيفوا الزيتون. انا هادشي كامل كان عندي ونسيت ما زينتش به. هو الدجاج ديالنا جا لذيذ، جا بنين صراحه. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، جربوه ورد عليا الخبر، خليو لي تعليق صغيور. التعليقات ديالكم كتفرحني. نتلاقى معكم في فيديو اخر وفرصه اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبكم.